ويسعد لي كل أوقاتكم يا أحلى صبايا وأحلى عائلة. كيفكن حبيباتي؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. ورجعت لكم فيديو جديد وبروتين جديد. وقبل ما نبلش الفيديو خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنبياء. طبعا كمان قبل ما يبلش الفيديو حابة أعايد عليكم وحدة وأقول لكم كل سنة وانتم سالمين ويعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله نكون نحن وإياكم من زوار بيت الله السنة الجاي إن شاء الله. وفيديو اليوم يا صبايا مثل ما لكم شايفين أواعي وتنسيقات العيد، شي للعيد وشي للبيت وشي شغلات هيك إكسترا للولاد لازمتهم يعني، فكلهم جمعتهم بطلبية واحدة وجبتها من الشيئين. وتعد هي أكبر طلبية لحد الآن بوصي عليها من الشيئين. بالعادة أنا كل ما هيك أجا في بالي خلص بفتح موقع الشيئين بوصي قطعتين 3، بس هالمرة كانت الطلبية كتير كبيرة لأني كان في نواقص كتيرة للولاد، وقلت في المرة بجيب لهم يعني كل شي ناقصهم. هلأ هالسنة ما كترت أنا كتير شي صيفي لأني شكله عنا بالسويد ما في صيف لحد الآن. الطقس أبدا مو حلو، في هوا كتير، غيم كتير، مطر كتير، فالطقس يعني ما بيناسبه أبدا شي هيك رقيق وشي هيك مثلا حفر أو شورت أو هيك شغلات. بس جبت لهم كم شغلة بما أنه ما شاء الله عم بيكبروا، فيعني حبيت أختار لهم شغلات تناسب الجو عنا وتناسب الطقس عنا. وأنتوا يا صبايا احكوا لي، هاتوا لي أشوف جهزتوا شغلاتكم للعيد ولا لسه؟ شو صفيان عليكم وشو خلصتوا وشو ما خلصتوا؟ هلا أنا بالنسبة لي أواعي العيد تقريبا جاهزة إن شاء الله. بالنسبة لأكلات العيد أنا بالعيد الكبير ما بعمل معمول وهدول القصص، يعني قراص بعجوة ومعمول. بحب أعمل شغلات هيك حلو ولادي بحبوها يعني، وأحيانا بشتري شي جاهز. هي بالنسبة للعيد الأضحى يعني. وبالنسبة للبيت والله عم بعزل على قد ما الله عم يعطيني قوة، يعني عم بشوف وقتي وعم بشوف طاقتي وعلى أساسها عم بساوي البيت. يعني مرة بساوي غرفة أحمد، مرة عم بساوي غرفة البنات هيك يعني. وللصراحة ما صورت لأني وقتي كتير ضيق، ما عم بحسن بصور وبعزل، فرح ياخد من وقتي زيادة إذا بدي أصور وأعزل وأنظف. هلا هو مو تعزيلة بس بتعرفوا يعني إنه واحد هيك غباير، غسل لحف، تغيير شغلات، تغيير ديكورات بسيطة وهالقصص يعني بالبيت. وهلأ مثل ما شايفين يا صبايا بنرجع للأواعي. هلأ أنا عاملة خليط يعني شي للبيت شي لبرا البيت، شي قطني شي جنزي شي بنتكورات وهالقصص. هلأ الطقم اللي عرضته من شوي وهلأ هذا الطقم هدول طقومي للبيت قطنية، على قد ما طلعوا حلوات وباردات على الجسم وكتير كتير حلوات وكتير بتحسون عمليات. جبت لها اياهم لبنتي إلين، وهلأ لقدام رح تشوفون الولاد كلياتهم قاصولكم الولاد، وكانوا كتير قاصولكم الولاد شكل ناست قاصولكم الأواعي كلياتهم وصاروا يعملوا لكم هيك حركات بركات. وهذا شرط رياضة لبنتي يعني لأني كانت محتاجة واحد، جبت لها واحد. هلأ أنا ولادي أذواقهم باللبس مختلفة، يعني عندي البنات كل وحدة ذوقها وستايلها مختلف. عندكم إلين بتحب الشغلات السمبل والخفيفة والشي العملي اليومي، شورت بلوزة وخلص، يعني ما بتحب أي شي تاني، ما بتحب تلفت الأنظار. أحيانا بشتهي كتير بشوف لها موديلات بتجنن. بتعرفوا هلأ الشيئين ما شاء الله فيه موديلات بتشل، بس ما بتلبس. يعني بجيب لها، بتعرفوا صبايا بتلبسه مرة واحدة لمناسبة معينة وما بتلبس، وما بحب أضغط عليها يعني بتركها على راحتها، إنه بحسها إنه هي بتتضايق، بتحس حالها إنه مو هي، فلهيك بتركها على راحتها يعني. وهي البلوزة يا صبايا اشتريتها لإلي، حبيتها كتير وقطنيتها كتير باردة وكتير ناعمة، قلت بين نسوان أجا حدا لعندي رحت لعند حدا وهيك. وجبت كمان هذا البنطلون الجينز وطبقت فوقه قميص كتير حلو، هلا رح تشوفوا. هذا البنطلون طلع كتير قماشه حلو وكتير كمان هيك ماله خشن، يعني ماله قاسي لاهي على الجسم. وطبقت فوقه هذا القميص هيك الريشي كتير حلو. هالمرة حبيت يكون لبسي كتير كاجوال وناعم وسمبل، ما يكون كتير معجق ويناسب الجو والبلد اللي نحن عايشين فيها. لأني هون بتحسوا حياتكم عملية أكتر ما تكون رسمية، يعني ما بتحسوا في رسميات كتير، وإذا كان في رسميات يعني بين نسوان فهذا اللبس ما بيناسب إنه واحد يلبسه بين نسوان. فلهيك بنختار الشيء العملي كتير وبنحسن إنه نكون مرتاحين فيه وقت اللي نطلع على الشارع. وهون الأولاد عم بيقصوا لكم الأواعي، هدول اللبسات لإلينو. جبت لها هذا قلت لكم شورت رياضة، وجبت لها واحد بنتكور هيك إذا رحنا على حديقة، رحنا على بحيرة، رحنا على مكان تكون هي مرتاحة فيه. لأني حكيت لكم عندي إلين إذا ما كانت مرتاحة باللبس ما بتنبسط،
نهائيا. فجبت لها الشيء اللي هي بتحبه، وهدول الطقوم شوفوا ما أحلاهم، كتير باردات وناعمات على الجسم. وهي كمان أمولي بنتي إيميلي، هي البيجامة كمان جبت لها إياها كتير حلوة، كتير 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 تفاصيلها رائعة. إيميلي كتير أغرمت فيها وكتير حبت الأواعي، جبت لها إياهم. بتروح وبتجي بتقلي ماما بدي ألبسهم، يعني قلت لها استني بس لأغسل لك إياهم والبسيهم، يعني أكيد أنا جبت لك إياهم لتلبسيهم. وشوفوا لي على هذا الطقم، هذا للبيت بيجنن، كتير كتير حلو، كتير كيوت، وكتير حبته. هيك لولو كاتي كتير، هي يعني حتى هي اللي اختارته وقت اللي كنت عم بنقي. قلت لها شو رأيك بهذا؟ قال ماما ايه حبيته كتير وجيبي لي اياه. وبركي عم تتدلع بتعمل لكم حركات. وهذا الطقم انا جبته لإلينو، بس على إلينو اجا صغير، ما بعرف ليش، مع العلم جبت لها اياه عمره 12 سنة على فكرة صبايا، بس كتير اجا ضيق وصغير، القصة تبعيته صغيرة، فقلت خلص بتركه لأمولي وبتلبسه. وجبت لها هذا الطقم لأمولي، يعني التفاصيل تبعيته بتجنن، كتير حلو، كتير بارد، كتير سمبل، كتير ناعم، وكتير أنيق على اللبس. شوفوا هدول هيك التطريزات الملونة، يعني ملونة، كتير حبيت تفاصيله، حتى هي عشقت التفاصيل تبعيته. وهذا الفستان فستان العيد، طار عقلة فيه، كتير حبته، كانت عم تستنى الطلبية لتجي مشان بس تلبسه وتقيسه. عليه هيك وردات على شكل آيس كريم، كتير حلو، كتير بارد، كتير ناعم. فرح تلبسه هذا على العيد، وإن شاء الله رح تلبسه على الأفسلوتنينج. طبعا الأفسلوتنينج يعني التخرج من المدرسة. هلا أمولي رح تتخرج من التحضيري وتبلش إن شاء الله على شهر 8 بصف الأول. وهذا ابني أحمد كمان هيك، كمان حبيت ألبسه الأواعي وتشوفوا عليهم. ابني أحمد صاير عشقه صبايا البنطلونات العريضة، يعني كل ما بقول له بجيب له بنطلون هيك شوي يعني ضيق ما بيحبه، بشلحه فورا بقول لي رجعي ما بدي إياه، بدي بنطلونات عريضة. فأنا هدول وقت جبتهم هدول البنطلونين حسيتهم عراض عليه، هو كيف قال لي ما بترجعيهم ماما بدي إياهم، قلت خلاص هو اللي بده يلبسهم هو راح يرتاح فيهم، فعفت له إياهم. بتعرفوا صبايا، وقت وصلت لهي الفقرة وأنا عم بسجل الصوت انتبهت إنه في فستان إلين تبع العيد أنا مالي مصورته. جبت لها اياه، وصيت لها عليه قبل هي الطلبيه باسبوع، وصيت لها عليه لحاله يعني، وما صورته. قلت بس توصل الطلبيه الكبيره بصوره مع الطلبيه الكبيره، وشكلي نسيته لاني خلصت فقره اللبس، طلعت مالي مصورته. يلا مو مشكله، ان شاء الله بتشوفوه عليها بالعيد اذا الله يسر. وجينا بقى لفقره الاشياء المميزه والشغلات الاولاد اللي كانوا جاي عبالهم اياها، وانا الشغلات اللي كنت حاببتها وصيت عليها كمان. صبايا هدول الأناني قد ما بحكي لكم حلوات ومناح وعمليات بكون عم بظلم فيهم. أول شغلة ساعتهم 800 ملي، يعني كتير كبار، يعني الولد إذا بده يطلع مشوار طويل بتقضيه كتير، يعني بتكفيه. وشغلة التانية اللي حلوة فيها كتير والولاد حبوها ومميزة هي هدول النكهات والطعمات. هدول النكهات والطعمات بتحطوهم على المصاصة تبعية القنينة من برا من فوق، فوقت بيجي الولد بيشرب المي بشم الريحة، فعقله بأوحيله انه هو عم بيشرب مي بهي النكهة المحطوطة عليها. في نكهات كتير من كل انواع الفواكه، اي نوع فواكه بخطر في بالكم فيه. هلا انا هون كنت جايبت لهم تجربة برتقال وجوديز يعني حلويات وكولا. وهلا رح تشوفوا لقدام شو قصدي. هو هذا القرص بتحطوه مثل ما قلت لكم على المصاصة من برا، هو ما بنحط بقلب المي ابدا، يعني المي تشربوها بطعمتها الحقيقية ومنكهتها الحقيقية، بس انه هذا هي النكهة بتعطي اشعار للخلايا بالعقل، بتوحي لكم انه انتم عم تشربوا المي بهي النكهة. يعني الصين ما عرفوا شيء ما اخترعوه، يعني ادق التفاصيل دخلوا عليها. والتغليف طبعا اكثر من رائع، يعني كل وحده حاطينها بعلبه لحال ومغلفينها هيك بورق شفاف من فوق، وكمان حاطينها من كيس من برا. وهدول لازم صبايا تفضوهم كل نكهه يعني اللي بتشبه بعضها تحطوها بعلبه لحالها وتحطوهم بالبراد مشان يبردوا. كل ما بردوا كل ما بيعطوا النكهه اقوى، بتكون الريحه اقوى يعني، فلازم حصريا يكونوا في البراد. فهون عندي هدول العلب الصغار، هدول جايبتهم من الدولار ستور، كل 6 علب ب10 كرونات يعني $1، يعني كتير كتير رخاص. وقديش عمليات وقديش بحبهم لهدول العلب، ما بحسن بلاهم نهائيا. فضيت لهم اياهم للولاد وحطيتهم بهدول العلب وحطيتهم بالبراد، وقد ما عجبونا انا والولاد ان شاء الله رح اوصيلهم على نكهات تانية وطعمات تانية.
وهي هون ليفت لهم اياهم للاولاد وحطيت لهم القرص على هون محل هاي المصاصه مثل ما انكم شايفين إلين وإميلي. فهون هن عم بشموا الريحه وعم بيستطعموا المي مثلها يعني. طبعا هن حطيتهم شوي بالبراد مشان يبردوا مشان يستطعموا بالريحه ويستطعموا بالنكهه. وجينا على هاي بقى طلب أمولي. من فترة إذا بتتذكروا كان في ماركند عنا بمنطقتنا يعني سوق بحطوا فيه بسطات وبيعوا أشياء. ففي بسطات ألعاب وكنا عم نتمشى وإميلي شافت كم لعبة وعجبوها كتير من على البسطات، ومن ضمنهم هاي الأبوع هي كتير حلوة وأكتر الأولاد صايرين عم بحبوها وهي ترند صايرة هالأيام. فطلبت أمولي أخذ لها وحدة. رحنا على البسطة وسألتهم على البسطة قديش حقها صبايا. طلبت سعرها 200 كرون يعني $20. فأنا قلت لها لأمولي أنا هدول شايفتهم بالشيئين. فقلت لها لأمولي قلت لها ماما شو رأيك بجيب لك إياها بالشيئين وبتكون أرخص يعني. فما عارضت البنت وفعلا رحت طلبتها من الشيئين أخذتها ب50 كرون. يعني تخيلوا صبايا ايش قد الفرق يعني من 200 كرون ل50 كرون. يعني أنا جبت لها أكتر من شغلة بسعر قطعة واحدة من البسطات. فيعني واحد عن جد ما يستعجل ويشتري يعني بس إنه شاف شغلة ويعجبه تعجبه يعني موجودة بالشيئين على السريع ياخد صورة للقطعة اللي بشوفها ويروح على الشيئين ويحط الصورة على السريع بتطلع لكم القطعة المشابهة لها. وهون جينا يا صبايا على هدول المراوح كتير كيوت 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 فوق ما بتتخيلوا. وسعرهم تخيلوا صبايا قديش الوحدة أخذتها ب10 كرون يعني $1. أخذت 2 زهر للبنات ووحدة بيضة أوف وايت لأحمد. وحطيت هيك فيهم البطاريات بياخدوا بطاريات صغار يعني تبعات الريموت كنترول يعني من الكبار. وكمان كيفوا عليهم الأولاد كمان عملوها اللعبة كل الوقت ماسكينهم وعم بهووا حالهم فيهم. وعن جد هي على فكرة يعني كتير كتير حلوة وكتير يعني بتفيد وقت واحد بيطلع لبرا بكون كتير شوب هيك بيحطها عليه وبورد. كمان جبت هذا الليد يا صبايا. جبته ما بعرف وين بدي احطه. قلت بجيبه يعني طوله 4 أمتار. فان شاء الله هلا هيك بالايام الجاي بس شفت مكان مناسب وحبيت احط فيه ليد خلص بيكون عندي واحد جاهز وبحطه وبعلقه يعني. وجبت هاي القطعة يا صبايا هاي للدركسيون مثل خيط واقي للدركسيون مشان الدركسيون ما يسحط من الايد وقت الواحد بده يسوق. خصوصي هلا بالصيف واحد شفته احيانا بيعرق بيشوب او شيء. فهذا يعني بيمسك الدركسيون والدركسيون ما بيسحط من ايدكم. يعني في بالشيئين تفاصيل عن جد واحد ما بيخطر له يعني سبحان الله. هو بس يدخل بالشيئين ويدخل لأعماق الشيئين بيشوف شغلات يعني كل شي بتحسوا انه محتاجينه. اي شي محتاجينه بالبيت بتلاقوه بالشيئين. مثل هلا هاي المازورة انا عندي كان وحدة وعلى الاغلب ماني متذكرة من وين جايبتها بس صار زمان عندي زمان كتير. فالولاد بلشوا يلعبوا فيها فانقطعت. كانوا عم بيلعبوا فيها وبشدوها وانقطعت. فوالله شفت وحدة قلت بتلزم لأن المازورة كتير تلزم فحطيتها يعني جبتها وحطيتها. هلا هذا الصندوق عندي اياه بهي طاولة التلفزيون كل شي فيه أجهزة مثل جهاز الضغط جهاز السكر جهاز الحرارة تبع الأولاد. في أجهزة عندي جهاز تاني اللي بشيل فيه غبرة الملابس يعني والصوفايات وفيه كمان عدة الخياطة. فكلهم حيطتهم بهذا الصندوق يعني طاولة التلفزيون تحت إيدي أمتى ما احتجتهم بحسن بطالعهم. والله يا صبايا شكلنا كبرنا يعني بنوتي الله يخلي لكم اولادكم عمرها هلا إلينو لسه ما صار 9 لسه 8 سنين ونص. الله وكيلكم صايره عم تسبقني بكفرات الموبايل وهدول الشغلات. كل ما بتشوف كفر موبايل حلو بتحب توصي واحد. فهي انا منزلت لها تطبيق الشيئين عندها على التليفون. فكل ما شافت شغله وحبتها يا بتحطها بالسله عندها يا اما بتبعت لي اياها لإلي او بتبعتها يعني لزوجي. فوالله كانت بعت له لزوجي هذا الكفر انه بدها اياه فوصينا لها عليه كتير كتير حلو. قد ما بقولكن حلو على أرض الواقع. ما بعرف حسسته مظلوم على الكاميرا. على أرض الواقع قديش أكابر وكيوت وظريف يعني. إلين كتير حبته. هلا هو كان في منه لون زهر
وقت جينا وصينا عليه يعني كان الزهر خلصان، هي كان بدها زهر لون زهر بس كان خلصان، فقلت لها يا اما بدك تستني يا اما في هدول الالوان التانيات. فبتعرفوا الاولاد بس بدهم شغله ما بحبوا يستنوا، فقلت لي ماما خلص ما هي مشكله جيبي لي هذا اللون الاخضر. فوالله جبت لها اياه وكتير حبته وما ندمت. قال فعلا يا ماما كتير حلو. وعندها بيجامه هلا من شوي وقت كانت بايدها المروحه عم بتهوي على حالها نفس اللون على التمام، يعني وقت بتلبس بيجامتها وبتشيل هذا الكفر بيصيروا طقم، يعني كأني ملبقينهم مع بعضهم. وقولوا هي هيك القاعدة بتوقفوها، يعني كتير حلو مشان يعني ما بدها ستاند انه يتم مثلا وين ما راحت بدها ستاند معاه، خلص هو الستاند منه وفيه. طبعا اكيد يعني انا بدلل نفسي، يعني مستحيل ما اطلب طلبية شيئين ما يكون في الي يعني فيها شيء، لازم اطلب فيها شيء. شفت هدول النظارات كتير حبيتهم. اول شيء انه حبيتهم اوكي عاديات يعني حلوات، بدي نظارة سودا، عندي الوان تانية بس ما عندي سودا. وقت جبتها يا صبايا ما ندمت على جيبها، قديش ممتازة فوق ما بتتخيلوا، يعني بتغطي لكم الشمس ما بتتضايقوا من الشمس نهائيا. وقديش صار صبايا 30 كرون يعني $3 يعني ولا شيء. وجينا بقى هون على الشغلات تبعت المطبخ. هلا قبل المطبخ في هذا كمان البوت، جبته كمان هيك بوت خفيف صيفي هلا مشان الصيف للمشي للرياضة لطلعة مشي يعني، وهيك حبيته كتير لون سمني وكتير عملي وكتير خفيف صبايا. وجبت هدول الشغلات اللي بتجنن. كنت قاعدة هيك عم بقلب بهالشيئين، بتعرفوا بتدخلوا من اللبس بتطلعوا على أغراض المطبخ، بتطلعوا من أغراض المطبخ تدخلوا على الديكورات وهالقصص. فوالله هون دخلت على شغلات هيك تبعات المطبخ، شفت هدول طقومة يعني طقم هيك علب. هاي الصينية جبتها هلا أنا جبتها حجم لارج، هلا هي بتسع صبايا فنجانين قهوة كاسة مي، فنجانين قهوة الحجم الوسط وكاسة مي، يعني ما بتسع أكتر من هيك. بس موديلها كتير حلو وهن بلاستيك باغة، يعني مادة الباغة هن الماتريال تبعهم، بس مقوى يعني كتير قاسيات وكتير حلوات وكتير عمليات، وقديشهم هيك كيوت وظريفات. هلا في من هدول اكيد ما بعرف يعني اكيد شايفين، يعني اكيد اغلب الصبايا صار عندهم شيء انه بيدخلوا على الشيء انه بيتفرجوا. في من هدول المجموعات الثلاثة بتجي صينية وحدة وبقلبهم 6. أنا لا حبيت أجيبهم 3 كل 3 لحال، إذا واحد يعني حب يفردهم إنه يبعدهم عن بعض، مثلا يحط وحدة من هالطرف ووحدة من هالطرف بيكونوا أحلى منظرهم، فحبيت إني أجيبهم 3 منفصلات يعني عن بعض. وجبت هديك الصينية كمان، قلت بكرة برمضان إن شاء الله. قال برمضان لا صبايا شكلي عن جد عساري على فكرة عم بسجلكم الصوت بالليل واخر الليل. هلا عندي الساعة 1:15. يا صبايا كنت عم بحكي لكم انه ان شاء الله بكرة بالعيد اول يوم العيد هيك بنعمل فنجان قهوة، بنستخدم هاي الصينية وهدول العلب. على فكرة هدول العلب بتحسنوا بتستخدمون لأي شيء بدكم اياه، بدكم لعدة فطور، بدكم لحلويات، بدكم لمكسرات، لبزورات، اي شيء بخطر في بالكم. يعني هلا انا خطر لي كمان انه مثلا بحسن بستخدمهم لعدة فطور، وحدة للزيت، وحدة للزعتر، وحدة مثلا جبنة لمنة اذا واحد هيك جاي لعنده بده يعمل هيك سفرة حلوة مرتبة. فهيك والله. وجايين هدول هيك معهم تركيبة كان كتير سهل، يعني برغي وخلاص هاي الطابة يعني بتحطوها. فكان تركيبهم كتير سهل وكتير عمليات، أنا كتير حبيتهم. أنا أول شيء قبل ما أشتريهم وأوصي عليهم كنت مفكرتهم بلور للصراحة، بس وقت وصلوا وشفتهم إنه شفتهم يعني بلاستيك، بس عجبوني على فكرة أكتر من البلور. قلت يعني هلا هدول هيك عمليات أكتر ما بينكسروا وشكلهم حلو، يعني شكلهم مغري للصراحة. بهذا الفيديو حسيت حالي حكيت كتير، بس عن جد اعذروني لأني حاسة حالي كتير مشتاقت لكم وكتير هيك عم بطول المدة عليكم لأنزل فيديوهات. معلش اعذروني هاي الفترة، عن جد عندي ضغوطات كتيرة، بس تم اذكروني بالخير، والله أنا كمان بتم بذكركم بالخير. عن جد يعني بشتاق لكم كتير فوق ما بتتخيلوا. بشتاق لك تعليقاتكم، لكومنتاتكم، لكلامكم الحلو. ربي يخلي لي إياكم ويسعدكم يا رب. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم ولنهاية روتين اليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، إن شاء الله أكون فتكم لو بشي بسيط، يعني مش شي اللي عم بعرضه في فيديوهاتي. ربي يسعدكم ويخلي لي إياكم. بشوفكم على خير في فيديو جديد، وديروا بالكم على حالكم، وبحبكم كتير من كل قلبي. سلامات صبايا.